أفصح طبيب المنتخب الوطني المغربي بودو كريستوف عن الحالة الصحية للاعبين قبل السفر إلى ساحل العاج للمشاركة في كأس إفريقيا المقامة في الفترة الممتدة بين 13 يناير و11 فبراير من سنة 2024. وتحدث كريستوف عن لاعبي المنتخب المغربي وحالتهم الصحية قبل السفر غدا الأحد إلى مدينة سان بديرو قصد المشاركة في النسخة 34 من المنافسة. وقال كريستوف في تصريح لموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: اللاعبون جاءوا من منتصف موسم مثير نظرا لأنهم واجهوا إيقاعات مرتفعة، لكن إذا أردنا الحديث عموما هناك لاعبين أو 3 جاءوا وهم يعانون من الإصابة، أما باقي المجموعة فهم في حالة جيدة وتخوض التداريب. وتابع: حاليا هناك زياش جاء بإصابة صغيرة والآن يخوض مرحلة التأهيل معنا، ثم لدينا العميد رومان سايس الذي يعاني من التواء في الكاحل منذ 20 دجنبر الماضي. وكان زياش قد خاض يوم أمس تداريب انفرادية برفقة المعد البدني للفريق الوطني بعد أن التحق في ذات اليوم بمعسكر الفريق الوطني. وكان حكيم زياش يشكو من إصابة طفيفة غاب على إثرها عن فريقه غلط سرايا التركي، حيث خضع لفحص دقيق من طبيب المنتخب الوطني. ومن المنتظر أن يشارك اليوم حكيم زياش في الحصة الجماعية للفريق الوطني التي سيخوضها اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. أما بخصوص اللاعب مزراوي فإلى اليوم وقبل ساعات من سفر الفريق الوطني المغربي لكوت ديفوار لاستكمال تحضيراته لكأس إفريقيا للأمم، لم يصل الدولي نصير المزراوي لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني للمغرب للانضمام لمعسكر الفريق الوطني، والمؤكد أنه لن يحضر للمغرب. طبيب الفريق الوطني أكد ما كنا قد قلناه من قبل من أن نصير المزراوي يخضع بميونخ في مركز نادي بايرن لتداريب انفرادية في إطار بروتوكول علاجي. وقال بهذا الخصوص متحدثا عن موعد انضمام نصير المزراوي لمعسكر الأسود: قمت بزيارة لألمانيا واجتمعت بالإدارة الطبية لنادي بايرن ميونخ، وجرى التوافق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أن يواصل نصير المزراوي البروتوكول العلاجي بمركز بايرن ميونخ على أن يلتحق بنا يوم 10 من يناير مباشرة هناك بسان بيدرو بكوت ديفوار. وبخصوص موعد عودة المزراوي للتباري قال طبيب الفريق الوطني: من المؤكد بالنظر لقوة الإصابة العضلية التي تعرض لها نصير في ربلة الساق فإن اكتمال علاجه سيكون خلال أيام، ما يعني أنه سيتخلف عن مباراة تنزانيا وقد يغيب أيضا عن مباراة جمهورية الكونغو، على أن يكون متاحا للمباراة الثالثة أمام زامبيا وما سيليها إن شاء الله.